السلام عليكم احبابي، واش راكم؟ نتمنى يلقاكم لا فيديو هذا في احسن الاحوال. هنا كما راكم تشوفوا معنا هنا مقروط الكوشه يعني. حبيت نسيه ارواحوا نديروا الوصفه مع بعض. 3 كيلات تاع دقيق ويكون متوسط تاع المخروط. كميه نص مغرف تاع ملح، لازم الملح ماشي رشه يعني. نملحو ونديرو حوالي ملعقة ونصف تاع سكر. وهنا عندي كيلة إلا ربع تاع السمن دايب، زدت كملت لها إلا يعني كيلة ناقصة الصباع كيما نقولوا، زدت كملتها لها زيت. هنايا حنبدا نبسس في هذوك 3 كيلات تاع الدقيق المتوسط. انا هنا نقص ليه شويه المتوسط، صافي زدتهولو بهذاك الخشين تاع قلب اللوز يعني. قلت باه نكمل الكيلة. وهنا بعد ما بسستو بيان هكا دخلت فيه، درت له رشه تاع ما زهر هكا قيس ما يتفتل هكا. ومن بعد فتلتو، ما نقولكش عجنتو ولا طميتو، فتلتو. في الاول لازم ندير له في مع النواشف لازم ندير له مغرف تاع لحظه، يعني هذا هو السر اللي يخليه يجي عنده طعم مختلف ويجي روعه. لكن انا نسيتها، وبعد ما خليته بات جبته هكا، انا حطيته في فريجيدار تاع سخانه. خفتي كيما نقولوا خفتي قراص ولا. درت له كي شتو هكا يعني ناشف، درت له هذيك المغرف تاع اللحظه. وهنا راني نحل فيه هكا، نفتفت فيه هكا. وكيما راكم تشوفوا هنا جبت كميه درت لها شمختها بالماء والمزهر. شمختها بالماء والمزهر وطميتها هكا راكم تشوفوا، مانيش ندلك، ما تدلكوش باسكو يولي فيه العلك. الطمو برك بيديكم. هنا جبت الغرس ديالي، حطيت له الدجلان، حطيت له الزبده، حطيت له القرفه، حطيت له القرنفل، وعجنته في شويه ما زهر. عجنته في شويه ما زهر ودرتو دي بودا. مشاهدينا ما تنسوناش بليجام ولي كومونتير، راكم يعني ناسيني بزاف بزاف يعني، فضلا وليس امرا. يعني انا نشوف ليفي، انا يجوني ليفي ام يخرجوا لي ليفي ولي جام ما كاش يعني علاه. المهم نعجنو هكا مليح، ومن بعد حتى القهطره نروح نحطو هكا في، نديرو دي بودا ونوجدو ونحطو. نجيب الكميه هذيك اللي كنت شمختها نشوفها الى نشفت ولا لا لقيتها نشفت شويه. انا للامانه زدت لها شويه وراني طميتها. يعني لازم تكون نطولو حقه كاين، وكل دقيق كيفاه، دقيق يشرب ودقيق لا. نحط نجيب كميه هنايا نحط لها هذاك نعجنها هكا يعني نطمها هكا، نسقمها، ندير لها بتي بودا هكا وحربوش، ونفتحو هكا في الوسط ندير له هكاك شغل نفق غارق، ونطم ونعاود نغلقو. وشوفوا الطريقه كيف هاني ندير. انا مع الاول خليت هذاك الدقيق اللي كان مبسس، خليت كميه وراني درتها له هنا من فوق. كي راني ندير فيه راني رشيتها له من فوق على باه يجي مرمل، باه يجي مرمل يعني. نسيت مع الاول باه نقول لكم خلو كميه. هنايا درت بالطابع ونحو هذوك الزوائد، انا نحيتهم هذوك الزوائد حتى تاع الحواشي اللي من هنا. نسقموا الحبه ديالنا ونحطوها في الفرن. وفي الفرن لازم في السنيوه لازم يكونوا، شوفوا هنا كيف نحو الزوائد. وفي الفرن لازم يكونوا متلصقين. كي تحطيهم في السنيوه تكون الحبه لاصقه في الحبه يعني، علاه با ما يتحرقش هذاك الغرس هكاك ويخرج يعني شغل. لازم نغطوه. هانا رايحين البوده الثاني ديالنا، نديروا له نفس الشيء، نحاولوا نشكلوه. ودرت هذاك الدقيق اللي كان بالسمن ديالو، حطيت شويه هكا باه ولويتو فيه هكا باه يجي مرمل. ويعني المخلوط طباعو الترمل. وندير هكا بالطابع. الطابع اللي عندكم هما خرجوا الطوابع شابين، انا حبيت ندير تاع زمان. ونحولو هذوك الحواشي كيما راكم تشوفوا معايا هنا. نسكموا الطابع ديالنا هيا، نسقموا الحبيبه ديالنا ونحطوها في الفرن. مشاهدينا بعد ذلك انايا كي حطيتها في الفرن يعني درت لها في الوسط زيت تزيين ويعطي ثاني يمد رائحه وطعم رائع.
للمخروط. حطيت كيما نقولوا القرنفل، حطيت لهم حبيبات تاع قرنفل، يعني انا درتهم بس ربعه، يعني ما سحقيتش نزيد نعسلو دوزيام فوا، ولا من التعسيله الاولى خليته مع الغرس حلو. هذاك هو نقصو الحلاوي، يعني حتى هذاك اللي يجي تحطيه وتخليه يعوم في العسل، انا ما نحبش هذاك. كل واحد يعني هي مساله اذواق، كل واحد والذوق تاعو. وعلى بالك كي عسلتو هذاك القرنفل طلق الرائحه الزكيه ديالو. انا العسل ما نحبش نشري برا، نحب نطيبو في المنزل. شوفوا من هذه التسهيله ما زدت والو، وقسمت لكم حبه كي كانت تسخن هكاك. شوفوا كيفاه جا مرمل، يعني جا من اروع ما ياكل، جا يتفتت يعني شوف كيفاه يتفتت، يعني ما يلحقش يدك. شوف جا طمي.